السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نهضروا فيه كيفاش تشد لي بروجي وتخدم وتكون مقاول بلا ما يكون عندك مثلا الماتريال ولكن ضروري خصك تكون فاهم في الدومين اكيد. قلنا الطريقه فاش هي حنايا مثلا انايا كنت كنبني في واحد الدار بعيده عليه، باش نمشي من الدار عندي لديك البلاصه فاش كان داك الشونطي كيدي لي الوقت وكيدي لي الفلوس. اش درت؟ بان لي تماك واحد البلومبي معقول لا عمر هذا هو اللي كلفت، نقول له شوف لي اخويا هاد الحرايفي وهاك الفلوس وإلا كمل خلصوا. فهمنا هاد السيد هذا رديتو كطاشرو وهو غير بلومبي. علاش هو انسان اللي هو معقول وفاهم وعنده الحريفيه ديالو، هو اللي كيجيب الحريفي كيقول لي شوف شي حريفي الله يعطيك الخير وتكلف وشوف هذه المسائل هذه ويتهنيني، هو حيت هو معقول كيهنيك. هذه هي الفكره. فاش كنلقى شي واحد مثلا، علاش بزاف ديال الناس راه خدامين بهذه الطريقه هذه، كتلقاه مثلا معقول حريفي ويسهر على انجاح المشروع وكيراقب وكيفيريفي، ولكن ماشي هو اللي كيبني، غير كيجي مثلا شي طاشرون عنده دوك الماتيريال وكيعطيه الخدمه وكيمشي كيجيب السلعه. انت مثلا كيشد عندك بواحد الثمن وكيعطي الطاشرون بواحد الثمن اخر. البعض غادي يقول لك يا نمشي انايا عند الطاشرون مباشره وناخذ عنده وناخذ ويشد لي الخدمه، علاش نمشي عند هذا اللي غادي يتسمسر؟ لا، راه يقدر هذاك السيد مثلا داك الطاشرون ما غاديش يضبط لك الامور ديالك، ماشي معقول ماشي شي حاجه. هذا مثلا غادي يهنيك، مثلا هو مخالط عنده السمعه ديالو معروف، هو كيقول لك تبيدي الطاشرون، هو الطاشرون مثلا انت غتبني مثلا ب7 الملايين، هو يقول لك هادي بني لك انا ب7 الملايين. مشي عند الطاشرون يقدر يقول لك الطاشرون 8 ولا 9، وهو فاش غادي يعطي مثلا الطاشرون يقدر يعطيه ب6 ولا تما. هو حريفي غادي قادر انه يتفاهم مع الطاشرون، ولكن هذا ماشي داكشي هو اللي كيهمنا مثلا هنايا غادي نعطيه مثلا الدار يتكلف ويبنيها ليا ونعطيه البلان ونجي نلقى الخدمه ناضيه. هذا هو الاهم. هذا السيد هذا معروف كيقاد الخدمه ديالو، يعطيها للطاشرون ولا يعطيها اللي بيعجبو من عجبو ويعطي الخدمه لا يجعلو يعطي الخدمه ديالو حتى للعطاشا. ولا المهم هذا السيد هذا كيجي كيراقب كيفيريفي ومخاط وكيختار لك الحاجه اللي هي مزيانه، وانسان معقول حتى هو راس مال ويتخدم على السمعه ديالو. وبالنسبه كاينين شي مقاولين كيتابعوا هذه الصفحه هذه، كنقول لكم دائما ديروا فيديوهات، ولو ما خصكش ما تحتاج كاع تبين وجهك، فهمتي، دير فيديوهات ديال الخدمه ديالك واعطي النصائح للناس، حيت من خلال هذه الفيديوهات اللي كدير الناس غادي يعرفوا واش انت حريفي ولا ماشي حريفي. حيت انايا براسي نقدر مثلا نقول لك اجا اخويا تكلف ليا وكنسمع الفيديوهات ديالك كنلقاك هذا السيد هذا راه ناضي وخدام وحريفي وخدمه ديالو كتبان في الفيديوهات نقيه. فهمنا؟ هذه هي النقطه. الانسان اللي بغى يخدم لهذا الدومين اولا خصو يفهم، ثانيا يتعلم هذا المجال مزيان ويدير مثلا واحد القناه في اليوتيوب والفيسبوك وبقى يدير فيديوهات ويعطي نصائح ويصور ويوريهم العبارات ويوريهم الفينيسيون ويوريهم كاع هاد المراحل هذه. الناس غادي يدخلوا عنده القناه غادي يلقاو الخدمه ديالو نقي والسيد ضابط الامور ديالو. ديك الساعه فاش غادي تشد الخدمه انت عارف الثمن اللي مسلكك وغادي تعطي الخدمه للطاشرون، وفي نفس الوقت انت اللي كتحمل المسؤوليه، انت اللي غادي تراقب ديك الخدمه واش غاديه هي هذيك ولا ما غادياش، وكتبع كتبع دوك المراحل باش في الاخير الدار خصو ياخذ ابارتمون ديالو، خص الدار ياخذ الدار ديالو تكون ناضيه وما يكون فيها لا مشكل لا والو. وهذا ما كان في هذا الفيديو هذا، والتحيه لكم جميعا. يقدر تخدم واخا ما عندكش البلاش، واخا ما عندكش هذه المسائل هذه، لكن الصعيب ولو كاع يكون عندك البلاش راه صعيب انك تكسب الثقه ديال الناس. وراه دابا الانترنت كتشوفون دابا انايا كنبقى نلوح فيديوهات علاش باش نكسبوا الثقه ديال الناس الجداد اللي ما كيعرفوناش. الطريقه باش خدامه لا باش خدامين كاع الناس، غير حنا عندنا الماتيريال ديالنا، واللي بغى شي بروه نديروا معاه ثمن زوين. واحد البروه كاينه عندنا اللي نفكوها، اللي محتاجها اللي نديروا معاه ثمن زوين والله يسخر لكم.